بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى نعمل حاجة سهلة وسريعة وجديدة وموفرة، أهم حاجة للمواعين، عشان احنا اتبهدلنا غسيل مواعين في رمضان. زي ما انت شايفة كده هنعمل صينية المحشي بالكوارع، أكلتنا كلها في صينية واحدة، والطريقة سهلة جدا. هتعملي حلة المحشي بتاعتك المحترمة جدا دي بالطريقة العادية في الحلة الألمونيا، زي ما احنا اتعودنا وقلنا ان المحشي في الحلة الألمونيا حلوة جدا. عملت هنا رصيت كده سطرين كده كرنب على خس في الأرضية، وبعدين بقيت الحلة كلها ورق عنب. وهنا بقى فضلة خيركم عملت كوارع. الكوارع بتاعتي دي سويتها طبعا في الحلة البريستو اللي اخدت معايا بالظبط ساعة وتلت. وكانت الكوارع كبيرة وضخمة. بعد ما بتخلص معايا كده بتطلع جوسي بقى وطرية، بقطعها كده قطع صغيرة، مش بقطعها هي نفسها، بتتفتفت بالمعلقة يعني. وانا بطلعها بقسم بالمعلقة حتت كده، وبتطلع معايا بالطريقة دي. طبعا الكوارع بتغلي ميه وتعصري فيها ليمون وتخليها تغلي كام غلوه فيها وترمي الميه دي. وبعد كده نعمل شوربه نظيفه نحط فيها ميه، ورق لورا وفلفل وحبهان وملح وطماطم وفصين توم وبصلتين. الميه تغلى كويس جدا، وننزل بالكوارع بتاعتنا ونغطي عليها لحد ما تستوي، بتبقى بالطريقه الحلوه دي. نيجي بقى تسوية المحشي. كلنا عارفين هنا انا بحط عنق ورق العنب عشان بيبقى فيها شوية حموضة كده، ويعني اللي بيخلي العنب فيه لسعة كده، وانا بحبها مع الليمون. اللي هي العنق بتاعت ورق عنب تحطها تحت وفوق. وهنا اهم حاجة تسقي بشوربة تكون بتغلي، وتسيبي السطر الاول باين، وتهزي الحلة كويس جدا، وتخليها على نار عالية لغاية يعني لحد ما المحشي بتاعك يتشرب الشوربة كلها. وبعد كده تهدي النار وسط، وبعدين ايه بعدها بشوية كده نار اللي هي الخفيفة يتلدم بقى المحشي. هنا بقى زي ما قلت لك الكوارع بقول لك بقلبها بالمعلقة بتقع من على العظم كده. الطريقة دي حلوة جدا وما تخليش يعني ايه اللي بياكل الكوارع يعني يشمئز منها ولا الكلام ده، بتبقى جوسي كده وطعمها حلو. هنا بقى في دي صلصة وفيها بصل، وحطيتها على النار شوية، وحطيت فيها الملح وفلفل أسمر وسنة قرفة كده وجنزبيل. أقلبها في الكوارع بتاعتي مع معلقة سمنة طبعا، زي شوية تسبيكة كده متبقيين من المحشي، وتحط عليها شوية خضرة بتديها نكهة وريحة حلوة قوي. وبعد كده تحطيها تحت الشواية تتشمع معاكي كده. خلي التكة دي قبل الفطار ب5 دقايق بالظبط عشان الكوارع بتاعتك ما تلحقش تبرد، وحتى لو بردت حطيها على نار البوتاجاز من فوق. مهم جدا الكوارع بتاعتك تبقى سخنة. ده شكلها وهي خارجة من الفرن، وطعمها فوق الوصف. جربوها كده تحبوها جدا بالطريقة دي. الناس اللي ما بتحبش الكوارع لو جربتوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. كوارع حتت. وبعد كده مفيش اي مجهود في الموضوع يا جماعة ولا اي حاجة. ونصيحة مني لأي واحدة ست او عروسة هتتجوز، اساسي في جهازك هاتي حلة الضغط. والله الحلة دي ايدي ورجلي، يعني يوميا بستخدمها في كل الاكلات اللي ممكن تخطر لك على، لانها بتنجز جدا 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 وبتوفر في المجهود كمان، وتوفر لك في الوقت. الكوارع دي لو في حلة عادية اقل حاجة تقعد لها على النار 4 5 ساعات. بس كده نيجي بقى نغرف نقلب الحلة بتاعتنا كده بالطريقة دي على الصينية على طول قبل الأذان بدقيقتين كده بالظبط، عشان المحشي بتاعنا يهدى شوية بس. ننزل التورتاية بتاعتنا دي، أحلى تورتاية، خاصة ان رمضان جاي يعني الجو الى حد ما برد شوية، فمحتاج بقى محشي وحاجات دسمة زي كده. احلى ما في الموضوع يا جماعة ان هي صينية واحدة، شوية اطباق للشوربة والمخلل، حاجة بسيطة يعني، مش زي تقعدي تعملي في طواجن وحوارات وكده. انزلي بقى بالكوارع بتاعتك كده داير ما يدور على الصينية كلها، عشان يبقى متوزعة على الصينية كلها، يبقى كل الصينية فيها كوارع.
حطي قدام الكل عشان مفيش حد يتظلم. يا رب الاكله تكون عجبكم، وان عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا الشير ولايك، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامه.